السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مرة تانية. اتكلمنا المرة اللي فاتت عن علاقة القيم بالممارسات وازاي نقدر نقيم أي براكتس احنا بنعمله بناء على القيم اللي احنا بنتبناها. النهاردة هنتكلم عن الاكستريم بروجرامينج فاليوز، واحنا كنا قلنا ان هما الكوميونيكيشن، السمبلسيتي، الفيدباك، الكارج والريسبكت. خلينا نبدأ بالكوميونيكيشن. كانت بيقول ان الكوميونيكيشن اهم حاجة في اي مجال، خصوصا في السوفت وير انجينيرنج. ساعات ممكن تحصل مشكلة يكون في شخص عارف الحل، بس الشخص ده متكلمش مع الشخص اللي مع قوة التغيير فعلا، وبالتالي الحل ما يتعملش. او ممكن جزء من الحل يكون مع شخص، جزء من الحل تاني يكون مع شخص تاني، ما تكلموش مع بعض، فالاتنين ما وصلوش للحل بسرعة، تفضل المشكلة فترة طويلة. كنت بيك بيقول عادي بتحصل مشاكل احنا اول مرة تحصل لنا، عمرنا ما كنا متوقعينها، او بسبب قلة خبرة. طبيعي، في ناس ما عندهاش خبرة، اشتغلت في المشروع، حصلت مشكلة، كل ده مفيش مشكلة. بس لما تحصل المشكلة، التواصل مع التيم هي احسن حاجة تتعمل عشان تعرف تحل المشكلة بسرعة، وكمان عشان يخلي التيم يتجنب وقوع المشكلة مرة تانية. طبعا ده طبيعي، بديهي جدا. لما تحصل لي مشكلة اتواصل مع التيم، اقول لهم المشكلة اللي حصلت، ازاي حصلت، ازاي نقدر نحلها. المفروض ان ده هيساعد على ان نفس المشكلة ما تحصلش مع حد تاني الا بالغلط يعني. السمبلستي، خلينا نتفق ان حل المشكلة اللي في ايديك باسهل طريقة مش حاجة سهلة، فعلا مش حاجة سهلة. الناس كمان بتبقى فاهمة السمبلستي بطريقة غلط، يعني متخيل ان هو ما يستخدمش حاجة كومبلكس، انه لازم يستخدم مودرن تكنولوجيز مثلا، او استخدامه للمايكرو سيرفيسز ده ضد السمبلستي، او اي اركتكشر معقد في العموم. السمبلستي معناها انك تعمل اسهل، طبعا نحط تحت اسهل دي 100 خط، اسهل حل ممكن يشتغل. دايما اسأل نفسك سؤال، المشكلة دي اسهل حاجة تحلها ايه؟ لو لقيت ان اجابة اسهل حل هي المايكرو سيرفيسز، يبقى المايكرو سيرفيسز سامبل انف. لو لقيت حل اسهل يبقى هو مش سامبل، وده معناه ان السمبلستي تتفهم في سياق محدد. تالت حاجة الفيدباك. اول حاجة كنت كتبها على الفيدباك قال مفيش اتجاه ثابت valid لفترة طويلة، التغيير هيحصل. لو احنا بنتكلم على سوفت وير انجينيرنج، كنت بيك بيحكي ان هو كان مرة بيدي محاضرة في الدنمارك تقريبا عن الفيدباك، وبيقول ان اول واحد في اول صف قاعد طول اليوم مكشر، او بيكشر زيادة خلال اليوم لحد ما انفجر، ما قدرش يستحمل وقال يعني واحنا ما ينفعش نعمل الصح من اول مرة. رد عليه وقال له ينفع الا في 3 احوال. اولا، ممكن ما نبقاش عارفين اصلا ايه هو الحل الصح من الاول. ثانيا، الحل الصح النهارده مش شرط بكره يبقى صح، لان في تغييرات بتحصل كل يوم مش في ايدينا، بتخلي الحلول القديمه اللي هي كانت صح امبارح ما بقتش صح النهارده. تالت حاجه ومهمه جدا، ان ساعات تطبيق الحل الصح اللي انت فاكره صح من اول مره، على بال ما تطبقه تكون في ظروف جديده اتغيرت، بقى الحل مش صح وانت لسه ما خلصتش الحل الصح. هو بيقول ان احنا نرضى بالتحسينات والتغييرات الكتيره اللي توصلنا للجول بتاعنا، بدل ما ندور على البرفكشن في الاول. في نفس الوقت هنستخدم الفيدباك اللي هي الفاليو بتاعتنا اللي بنتكلم عليها عشان نقدر نوصل اكتر للحل الافضل. كمان بيقول ان الفيدباك بيجي في كذا شكل، بيجي الفكره نفسها اللي جت في دماغك رايك فيها ايه، بعد كده شكل الكود بعد ما طبقت الفكره ديت، شكل التست للكود اللي كتبته اللي بيطبق الفكره، هل الفكره كلها شغاله كويس على البرودكشن بعد ما طلعتها ولا لا. دي كلها فيدباك بتاخدها من كل مرحله بتعملها عشان تقدر تتاكد ان انت ماشي في الطريق الصح. ما تستناش لحد ما تطلع البرودكشن بعد تكتشف ان في مشكله، او تقعد تشتغل في فيتشر شهور وشهور لحد ما تكتشف ان مش ده اللي احنا عايزينه. كانت بيك بيقول جمله كويسه جدا، بيقول XP teams strive to generate as much feedback as they can handle as quickly as possible. عايز يقول ايه؟ الاكس بي تيمز بيحاولوا يطلعوا اكبر قدر من الفيدباك اللي يقدروا يهندلوه في اسرع وقت ممكن. وخلي بالك من فكره يقدروا يهندلوه. كمان بيقولوا ان هم بيحاولوا يقصروا الفيدباك سايكل لدقايق وساعات بدل ايام وشهور. بس خلينا نرجع لحته as they can handle، الحته اللي هي بيجنريت اكبر قدر من الفيدباك يقدروا يهندلوه. تخيل النهارده عندك تيم، التيم دوت بيطلع كوارتر ريليز، وكل شهر بيعمل برودكشن ريليز، ولكن مع كل برودكشن ريليز بيجي لهم ديفكتس من البرودكشن، بيقعدوا يشتغلوا في الديفكتس دي لحد الريليز اللي بعديه. كميه بوجز كتيره جدا طالعه، البوجز دي عباره عن فيدباك، يعني هي ده فيدباك من الشغل اللي احنا طلعناه دلوقتي. فهو بيقول لو الفيدباك اللي جاي ده مش قادرين نهندله، كميه الباجز كتيره مش عارفين نحلها لحد ما بدأنا نطلع للريليز اللي جاي، يبقى احنا محتاجين نسلو داون، محتاجين نوقف شويه، مش نوقف، نبطأ شويه. فبدل ما اطلع ريليز كل شهر
هطلع شهر ونص، وبعدين ابدا احل المشكله اللي تحت. ليه انا كل ما اطلع ريليز بيجي لي ديفكتس كتير، او الديفكتس اللي بتطلع لي هي اصلا بتاخد وقت كتير جدا عشان احلها. بعد احل المشكله ابدا تاني اطلع ريليسز كل شهر، واحسن، اطلع كل اسبوعين، احسن اسبوع، يوم، واكتر من مره كل يوم لو تقدر. رابع فيدباك معانا هي الكارج او الشجاعه. بيقول لك ببساطه لو في مشكله اعمل لها حاجه، حاول تحلها. ساعات الشجاعه بتكون صبرك على المشكله اللي بتدور عليها لحد ما تحاول تحلها، يعني مش من اول شهر تقول ما عرفتش احلها. بس كمان بيقولك ان الشجاعة بدون موازنة بتكون خطيرة، يعني نوع من انواع التهور. الشجاعة انك تقول الحقيقة ان كانت الحقيقة ديت كويسة او مش كويسة. الشجاعة انك لما تعمل حل والحل يفشل ما فيش مشكلة نقول انه فشل، وده لان ببساطة لو انا ما عنديش الشجاعة ان اقول ان في عندي حل فشل، فانا هفضل مكمل في الحل الغلط اللي هيؤدي الى اخطاء اكتر واكتر واكتر. ريسبكت، اخر قيمة، الاحترام. تخيل يعني كل القيم اللي بنتكلم عليها في الاكستريم بروجرامينج ديت لو التيم مش بيحترم بعضه، التيم مش بيحب بعضه، التيم بيخبط في بعضه، يعني هو لا الاكس بي هيشتغل ولا اي حاجه هتشتغل مع الفريق. لو التيم مش مهتم بالمشروع مفيش حاجه هتنقذ المشروع، هيفشل. كل الكونتريبيوشنز او المساهمات من كل الاعضاء لازم تكون يعني تحترم وتقدر. انا مهم زي ما انت مهم. دي كانت اخر قيمة في القيم الخمسة بتاعة الاكستريم بروجرامينج. وكانت بيك حط سيكشن اخير كتب others، عايز يقول ان دي القيم اللي بتدرايف الاكستريم بروجرامينج براكتسز اللي هنتكلم عليها لسه، ولكن ممكن التيم او الشركة تحط لها شوية values شايفاها مناسبة ليها، ولكن المهم ان اي قيمة تختارها او الشركة هتختارها تكون متناسقة مع الافعال او الممارسات اللي فعلا التيم هيعملها. وفي الاخر رشح شوية values يعني nice to have، يعني قال لك safety, predictability, quality of life. اخيرا القيم دي مش بتديك حاجة كونكريت، حاجة كده ملموسة، يعني اللي هو اعمل ايه يعني. طبعا عشان ما تجيش بقى غسال مطر ويقول لك اعمل الصح. فكانت بيك قال لك في الاخر انا عايز اقفل الجاب ما بين القيم والممارسات، فقال لك انا في حاجة اسمها principles، ودي اللي هتقفل بقى الجاب وتديك يعني ايه اجابات صريحة اكتر اعمل ايه وازاي اعمل وكده. فده اللي هنتكلم عنه ان شاء الله المرة الجاية، البرنسبلز. لو عجبك الفيديو يا ريت تقولي في التعليقات وتشارك الفيديو مع اصحابك. بس كده، شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.